امبارح حطيت فيديو تاع الرئيس الصيني هذا كي راح للمروك، يخرجوا التعليقات هذوك، خرج تاع المخزن تاع دين الرب كي نهضروا كلمة الحق يغيركم الحال. كلمة الحق هيا بالله عليك. بينما الرئيس تاع الصين اعظم دولة في العالم، الامريكان دركا الصين هي اللي مسيطرة على العالم، او في المروك يا رب الطاجين. احنا في الجزائر عندنا بوعلام كان يذبح في الشعب الجزائري في التسعينات، وين راه في قصر المرادية مستشار عند تبون اللي 50 سنة وهو درتوه رئيس. توما 50 سنة مدايرين تبون رئيس، وهو اللي 50 سنة هو يضرب لكم. السرق كي كان وزير الشباب، السرق كي كان وزير السرق كي كان وزير الوزراء كامل عدى عليهم، ما كانش وزارة ما عداش عليها، ونهب منها المليارات. عندنا رئيس 50 سنة وهو يسرق في الجزائر، عدى على الوزارات كامل، دار وزير السكن، راه رئيس على الجزائر، اقوى دولة في المنطقة. المروكي راه بايت عندهم الرئيس الصيني، وحنا بايت عندنا بوعلام. فضحت الشعب المقاومة في فلسطين، فضحت الشعب الجزائري، فضحاته تاع الصح يا ربك. مسيرة ما يقدرش يديرها. إذن المقاومة هي من ستدير حبل المشنقة على الكيان الصهيوني، وليس الشعب الأول تاع الجزائر ولا الشعوب هذه كيما تاع الجزائر. واحد ما قدر يخرج يدير مسيرة. تحياتي للشعوب اللي خرجت منها التوانسة والمغاربة، وخرجوا الناس بارتو، غير الشعب الجزائري راسي راح يخمش. غير الشعب الجزائري ما قدرش يخرج يا ربك يدير مسيرة واحدة ما قدرش يخرج يديرها. تحسبوني أنا نكره الشعب الجزائري؟ راه شعبي، ولكن للأسف 40 مليون ما فيهمش مليون راجل ما كانش. مليون بزاف، 100,000 ما كانش. تخيلوا هذا الإمام مثل الرسول. يربون الكلاب في بيوتهم داخل البيت، يعني نتكلم داخل البيت، يعني في الغرف. النبي عليه الصلاة والسلام قال، اسمعوا مليح خاوتي، الكلاب في بيوتهم داخل البيت. هذا الإمام يتحدث بينما خوتنا في غزة الديار ما عندهمش، يباتوا برا في المخيمات، يباتوا برا في المخيمات يا خالد. الشيخ واش يحكي على تربية الكلاب. يربون الكلاب في بيوتهم داخل البيت، يعني نتكلم داخل البيت، يعني في الغرف. النبي عليه الصلاة والسلام قال، من اقتنى كلبا غير كلب زرع أو ماشية أو حراسة، يعني كلب زرع يجوز، ماشية يرعى لك، ولا حراسة صيد يدخل. من اقتنى غير هؤلاء فإنه ينقص من أجره في كل يوم قيراط من حسنات. كاش من الجبل قول والله يسمى لي ربي كلب في الدار ينقص من حسناته قيراطا من الحسنات. جبل من الحسنات، يعني قيراط هو جبل من الحسنات. منين راح يجيب رب الحسنات الجزائري؟ قيراط من الحسنات تذهب كل يوم. بروطة حسنات الجزائري ما عندوش، بروطة واحدة حسنات ما عندوش. الجزائري دار ما عندوش، الجزائري دار ما عندوش. نوريك السلام عليكم. هذا الفيديو لولاد الفاميليا وبنات الفاميليا، يقول لك الشكوى لله سبحانه، صح الله غالب الموسى صلى الله عليه. هذه مراه كبيره راها في تلمسان سونتروفيل، خرجوها. شوفوا الحاله تاعها، بيتها في الشتاء والريح، كاع الغبره تاع البارح داك الفونصاب اللي كان كاين فات عليها. شوفوا حالتها مسكينه كي شراها.
شوفوا حالتهم. راني قاصد ولاد الفاميليا والرجال، نتوما ولاد الحومه اللي راكم في الغربه عندنا غير نتوما، حنا كي تبلع علينا عندنا غير نتوما. راني عارف واش كاين، انا نحشم باش نعيط لكم واحد بواحد، بس راني عارف باللي قاعد تفرجوا لي بيك. حرام تربي الكلب في البيت. في الجزائر ما عندهمش الديار، الناس تبات برا. مرأة ما عندهاش الراجل، ماتلها الراجل، ما عندهاش باش تسلك الكرا ما عندهاش باش تسلك الكرا، يتم طردها في الشارع بدون رأفة ولا رحمة. ونقولوا علاش نتنياهو يقتل في 42,000 نتنياهو يقتل في 42,000 لأننا مناش رجال، لأننا لا نرحم بعض، لأن نساؤنا كي ما يسلكوش الكرا نطيشوهم برا، حنايا ماناش رجال. على هذيك نتنياهو يقتل بعشرات الآلاف، بل يستطيع قتل منا المئات الآلاف ولن يحاسبه أحد. ويجيك إمام يقول لك حرام تربي كلب. أنا يا ربي كلب وما نربيش إمام في الدار. شت انت يا إمام؟ أنا ما ندخلكش لداري، أما الكلب ندخله لداري، لأن الكلب وفي وما يخدعش. انت تخدعني أيها الإمام، انت لو كنت تدخل لداري تخدعني، ممكن جدا تبغضني، فلربما لو كنت عند داري غير شوية شابة فلربما تبغضني في ذلك، لأنك إنسان حاسود. والإنسان اللي ما لا يستطيع أن يقول كلمة الحق بإمكانه أن يحسد، بإمكانه أن يغار، بإمكانه أن يكون فيه جميع السلبيات التي خلقها الله سبحانه عز وجل. الإمام الذي لا يستطيع أن يدلي بدلوه في كلمة الحق حذاري من وخوتي، إنه لأخبث وأنجس من الكلب نفسه الذي يقول لك لا تربي الكلاب فإنك ستضيع قيراط من الحسنات كل يوم يوجد فيه كلب في بيتك. يخرج لك إمام في الجزائر يقول لك تربية الكلاب حرام في المنازل. الناس ما عندهاش ديار يا وحدة. في الجزائر الناس ليس لها منازل، تطرد من المنازل. تقول باللي تربية الكلاب في المنازل حرام، العيش تحت المذلة هو اللي حرام، السكوت على النهب هو اللي حرام، السكوت على سجن الشرفاء والشريفات هو اللي حرام، وليس الكلب. الكلب وفي، الكلب عزيز خير من الإمام. والله يا خاوتي الكلب عنده شرف وعنده نخوة على الإمام الجزائري. هذو هما الآئمة، هذو هما الآئمة. تخيل الآئمة في الجزائر بداو تاع الجزائر وروحوا تاع الانترناسيونال. تخيلوا الآئمة في الجزائر خاوتي وراح. شوف أخي سراق الزيت، أخي كي سميت وانا سراق الزيت، هذا إمام من ولاية سطيف. سراق الزيت هذه كلمة يذكروها خاوتنا المغاربة. أنا عندي جيراني بزاف مغاربة هذا. نضحك، رحت خطرة عند واحد كيما كي نقصرو كيما قال لي والله الا الكوزينه هذيك حيدتها لقيت فيها سراق الزيت. نقول شي سراق الزيت؟ انا قلت تخلوا واحد يسرق، سرق له الزيت من الكوزينه. والله انا هكا فهمتها. حنا في الجزائر نقولوا قرلو كافار، كاين اللي يقولوا كافار بالفرنسي، كاين اللي يقول له قرلو. قال لي لا، قال لي هو القرلو. طحت له في الارض بالضحك كي قال لي سراق الزيت هو القرلو. هيا هذا الإمام دخل واحد عنده الجامع، تسلل جاه من الخطوط الخلفية ودخلوا وظهر يضحك له في وجهه. شوش قال له؟ تحلب له. بلغوا في رسالة النبي إذا ما احترمتش ربي. أخي واش بيك؟ أخي إذا أردت أن تضحك فاضحك خارج المسجد. رانا نخدم الآن ونبلغ في رسالة النبي. قول والله. ما احترمتش ربي والنبي والجامع لا نريدك في المسجد. قول والله الجامع اختك. هذه أول. ثانيا ثاني كمل الدرس نتاعي. هذاك الدرس الباهي يا تعاود جدي. هذا العمل هذا تضحك. طوطه لي. روح القهوة اضحك. طوطه لي دوك نعاود نضحك. سراق الزيت. أنا مانيش قاعدين نضحكوا. سراق الزيت. نتاعنا. سراق الزيت.
من الذين قال الله فيهم ثم قست قلوبهم من بعد ذلك محسوب ومات قلبك. الآن سأنادي المغسلة. قال له لكان انتيا مات قلبك سأنادي المغسلة ويغسلوك وانت حي. المهم تدور معاه. احنا عندنا الإمام أعطيه برك، أعطيه الدراهم. شوف تقول له راح نحل بورديل يدير لك الافتتاح ويهز لك فاتحة نورمالة. تحياتي جزاكم الله خير جوكر يعطيكم الصحة. يهز لك فاتحة نورمال الحمد لله رب العالمين ويخلي ويكمل لك على الضالين امين نورمال، وتعود راح تحل بورديل. هذو هما الائمه تاع الجزائر. قلبناكم مضحكه هذا توفيق من عند الله، ماشي توفيق من عندي والله من عند هذو لي تيك توكر والله لي فيسبوكر والله من عند اليوتيوبر ولا. راه الله سبحانه عز وجل من فضحكم ايها الائمه. ننتقل الان الى الائمه الدوليين انترناسيونال. عمري سمعت ما واش قال لهم؟ كان معروف عند العرب قديما النبي عليه الصلاه والسلام، والحديث الصحيح الذي لا يستطيع احد ان يرده حديث بوب له البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب سنة العيدين لأهل الإسلام. جميل. باب سنة العيدين لأهل الإسلام. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والجاريتين اللتين كانتا تغنيان تغنيان ورأى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة فقال لعائشة تعرف من هذه؟ قالت لا. قال هذه قينة بني فلان، يعني مغنية بني فلان مطرب جينيفر لوبيز. تحبين أن تغنيك؟ قالت نعم. فأعطاها طبقا وغنته. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرس وكانت المرأة تغني تضرب بالدف وتغني وتقول جينيفر لوبيز وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولي هذا فلا تقولي ولكن قولي أتيناكم فحيانا وحياكم. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود بجمال الغنى، وكان معروف بعض الأدوات الطرب يعني المعازف مثل سينتيتيزير وهو العود. هو سينتيتيزير العود. هو العود. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة عرفتيها من هذه الجارية؟ إنها بنت لوبيز، إنها جينيفر لوبيز. عرفتيها أي عائشة؟ قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة عرفتي من هذه الجارية يا عائشة؟ قال لها إنها بنت لوبيز، إنها جينيفر لوبيز.